عباد الله، وفي لفتة أخيرة عن الشام رواها ابن رجب رحمه الله قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاء تعاهدهم وكتب لهم بالوصية: إن الشتاء قد حضر وهو عدو، فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارا ودثارا، فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه. وإنما كان عمر يكتب إلى أهل الشام لما فتحت في زمنه، وكان يخشى على من بها من الصحابة وغيرهم ممن لم يكن له عهد بالبرد أن يتأذى ببرد الشام. انتهى. لقد استشعر عمر الفاروق عداوة البرد لمن هم في الشام في ذلك الحين مع أمنهم ورغد عيشهم، واليوم وقد رحل الأمن عن تلك الديار وخربت البيوت واستبدلت الدور بالخرق والخيام التي لا تقي زمهريرا ولا تظل من مطر، وتكالبت على أهل الشام حروب وتشريد وبرد وجوع وحصار، وخذلهم الكثير فلم يسعوا لحفظ دمائهم وكفكفة دموعهم، ولم يحسنوا دفع عدوهم الذي بغى عليهم. فلا أقل من بذل الواجب على القادر من المسلمين لأهل الشام من اللاجئين والمستوطنين، خصوصا وقد اشتد كلب البرد وتتابع المطر وغطاهم الثلج بردائه القاتل. فلا أقل على المسلمين من تكفير خذلانهم لإخوانهم ببذل كساء وغذاء يدفع عنهم غائلة الجوع والبرد. يجب على عموم المسلمين بذل ما في وسعهم حتى يكتفوا ويستغنوا، خصوصا وقد جال الموت بين المخيمات بمنجل الشتاء، فتساقط الضحايا من الأطفال والشيوخ والنساء. ليس من المروءة والدين أن يتفقد أحدنا أطفاله قبل نومهم، وقد وفر لهم المدافئ والأغطية وباتوا في دورهم آمنين، وله سعة من مال وإخوة له هناك، تتقعقع أرواح أطفالهم بين أيديهم وتزهق نفوسهم، ولا يملكون إلا ذريف الدمع وحشرجة العبرات يشيعون بها هذه المأساة ويختمون بها الفصل الحزين من حياة الطفل قصيرة. كونوا مع إخوانكم كان الله لكم ولهم، وابذلوا ما تدفعون به عنكم وعنهم البلاء. اللهم الطف بإخواننا فإنك أعلم بحالهم وأرأف. اللهم الطف بإخواننا فإنك أعلم بحالهم وأرأف.